عاملين ايه يا جماعة؟ ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ده فيديو جديد، اهلا بيكم في القناة. آه بحييكم من السفرة. النهاردة ان شاء الله هتكلم عن السان بلوك. هو مش هيبقى كلام آم، فيه تبعية، لا ده آه الفيديو ده ان شاء الله هيكون من الاخر. لو هعمل فيديوهات تانية عن السان بلوك ف هتلاقوني على نفس مبدئي، ان هو السان بلوك اللي انا هتكلم عنه النهارده هو ده السان بلوك اللي انا هستخدمه طول حياتي. ف ايه السان بلوك من الاخر؟ انا هبتدي من الاخر زي كل فيديو. السان بلوك من الاخر هو ده بايوديرما، باي نوع بقى، لاي بشره، مش مهم. ليه بقولك مش مهم؟ لانه بيقوم بوظيفته على اكمل وجه. هو ايه؟ هو سان بلوك، فهو بيحمي من الشمس ومن اضرار الشمس. يعني هو مش بس مش بيخليكي ما تسمريش، هو كمان هيحميكي من النمش واي حاجة بتسببها الشمس، بيحميكي منها بنسبة 100%. طبعا بتجدديه كل ساعتين، وبتحطي، هم كاتبين كده على علبة لازم تحطي منه كمية وفيرة على وشك. ده سعره كام يا هبة؟ ده سعره على اخر مرة كان 379. طبعا انا يعني بصوا واكلاه. فبجد بجد يعني بتوع اشهر الصيف المفروض ان انا اجرب حاجات تانية، على امل يعني ان انا اطلع عامله عنها ريفيو. بس انا خايفه جدا 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 من شهر 7 و8 اللي جايين دول ان انا استخدم اي حاجه غير ده، علشان انا بشرتي يعني يعني نفسي ودني كانت طالعه. المهم آم، ف آم، احكي لكم بقى قصه حياتي مع الصن بلوك. احكي لكم انا الكليه، انا خريجه اداب، فالكليه بتاعتي في مكان على اطراف المدينه في طنطا، ففي مكان اسمه سبرباي لو حد يعرفه. فطبعا انت علشان طبعا بتروحي للكليه لما من اول الباب الرئيسي للمجمع، مجمع الكليات، لحد كليه الاداب مسافه طويله جدا. طبعا كليتي بتبقى الصبح، فطبعا مسافه طويله جدا، دي حسبه 500 600 متر باخدهم على رجلي وفي عز الشمس كل يوم. في اول ترم ده بالنسبه لي كان يعني الكارثه كلها. ليه بقى؟ انا مش بس وشي اسمر، ده انا وشي ورم. ورم ده مش تعبير مجازي، ورم ورم ورم، وشي ورم، خدودي ورمت، عينيا ورمت، بقي ورم، عينيا قفلت من كتر ما مش قفلت بس صغرت قوي من كتر ما الورم زايد زايد زايد. انا افتكرت ان انا عندي حاجه يعني خطيره، خلاص انا بموت. ماما قالت لي هبه انت شكلك عامل زي الديب، وشك احمر قوي ليه كده؟ وخدتني بسرعه ورحت للدكتور. كتب لي اول حاجه على نوع اسمه سبكترابان، لو حد يعرفه، هو لسه موجود يعني. ما جابش معايا نتيجه، كتب لي بقى على ده. عشان كده انا بقول لكم ان كتب لي على بايوديرما، والحقيقه من ساعه لما جبته خلاص الشمس دي بالنسبه لي صديقتي الصدوقه. بحطه والله العظيم يا جماعه ببيض واكتر وبتحميني من الشمس، فمستحيل مستحيل استغنى عنه. فانا بقالي من ساعه ما اتخرجت من الجامعه، مش هقول بقالي قد ايه بس هم حبه، اكتر من 10 سنين يلا. آم، فمن ساعتها وانا بستخدمه، مستحيل 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 ان انا استغنى عنه. طيب هو 40 ملي، مكتوب عليه sensitive skin ونون اويلي تكتشر ووتر ريزيستنت. هو شوفوا، هو ممكن يكون، عشان اكون برضو صادقة، هو ممكن يكون بيبيض يعني بيسيب طبقة بيضة او بتلمع. انا ساعات احيانا بحس بكده، بس ده بالنسبة لي ولا حاجة.
لانه زي ما قلت لكم هو بيقوم بالدور بتاعه بشكل ممتاز 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 على اكمل وجه، واديله مليون في المية. وانا استخدمت فيتشي على فكرة، بس ما اقدرش اقول عنه اي حاجة لاني ما استخدمتوش بشكل مستمر. المهم، انا بقى الكلمة يعني بجد اللي هقولها لكم اللي اتحاسب عليها قدام ربنا بقلب بقلب جامد يعني. بايوديرما يا جماعة، بايوديرما بايوديرما. هو مش عارفة ليه مش واخد حقه، بس هو بايوديرما، ده حق الله يعني. هنقارن بينه وبين بتاع ايفون ده، هو سبراي. طبعا هو احلى حاجة فيه ان هو سبراي، فانت بتضخيه كده وزي الفل. طيب، ده مبدئيا كده كنت انا جايباه ب 225. انا عندي عضوية شخصية على ايفون، ف كنت جايباه بالسعر ده لان هو لما انت بتعملي عضوية بيجيلك كمان بسعر اقل من الكتالوج. المهم، ده جبته. بصوا، ممكن يكون ما بيسمرش، ممكن، انا مش متأكدة برضو قوي، بس هو فعلا ممكن يكون ما بيسمرش. يعني الشمس لما بتيجي عليكي لكنه ما بيحميش من اضرار الشمس، بيطلع نمش عادي جدا. لو في اي حاجة تانية الشمس، لو مثلا الشمس ممكن مثلا تكون بت فده اللي انا متاكده منه، ان هو بيطلع نمش عادي جدا، واثار الشمس مش بيحميكي منها، لا. يعني الاسمرار كمان مش بنسبه 100%. ف ده اس بي اف بتاعه مكتوب 50، وده 100 ملي، ده 100 ملي which is حاجه يعني رخيصه. ويا جماعه انا اسفه ان انا هقول الكلمه اللي جايه دي، بس السان بلوك ما ينفعش يكون رخيص، ما ينفعش يكون رخيص، ما ينفعش تجيبيه رخيص. رخيص زي قلته، انا بقولك بقلب جامد زي قلته. هاتي حاجة تكون تمنها غالي عشان يعمل الافكت. طب يا هبه احنا معناش فلوس نجيب، زي ما قلت لكم قبل كده، هتحط الكمامة وهتمسكي الشمسية، الاتنين. اظن مفيش او معكيش شمسية، ست كتاب او كراسة. جماعة الشمس هي العدو الأول للشيخوخة. انتي لو حجبت الشمس انتي بشرتك مش هتحس بالزمن، مش هتحس بالزمن، مفيش زمن خلاص. هتحس بالزمن ازاي ما اذا كان مفيش، ما بتشوفش شمس؟ فانا يعني كهبة الشمس دي بالنسبة لي فوبيا، مستحيل اجازف ابدا وابص فيها كده دايركت وامشي يعني قصادها واقول انا جامدة. لا انا مش جامدة على حاجة. ف ده كمان بيسيب لمعة، ولما بترشيه على الوش برضو بيسيب لمعة. انا مش عارفة هو باين هنا ولا ايه، اهو شفتوها. المهم هو بيسيب لمعة، وممكن يكون بالنسبة لأول مرة، في أول مرة تستخدمي تحسي انه بيحرق عينك سيكة، بس مع الوقت هتحسي انه عادي، بيس، مفيش مشكلة، هتتقبليه يعني، هتحسي انه عادي. فده ممكن تستخدميه في الشتاء ومش كل يوم. ولو عايزة بقى الكلام الصح ما تستخدمهوش خالص، لا صيف ولا شتاء. البايوديرما البايوديرما البايوديرما. بس كده. المهم قولوا لي الاول الصوت واضح، لان انا مش حاطه مايك. اكتبوا لي تحت في التعليقات، وقولوا لي كمان تجربتكم مع البايوديرما، لو اللي حد عنده يعني تجربه مع اي سان بلوك برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات. كمان هحط لكم لينك المشتريات بتاعتي بتاعت راس السنه، هحطها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، روحوا شوفوه. واستنوا عشان تعرفوا ايه الريفيوهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. و وشوفوا انتوا حابين ايه وانا اعمله لكم عادي، مفيش مشكله. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.